الله بالخير. انتم هم ملاحظين هاي الفترة شوارعنا وفروعنا صايرة عبالك عبارة عن يوتيوب؟ لو بس انا ملاحظ هذا الشيء، يعني تقنعوني متى تسمعون هذا الكوكتيل يوميا؟ اسمع. هاي الموطة برد قلبك، هاي الموطة برد. وغيرها. اي نعم، كلامي هو عن الباعة المتجولين، سواء اللي يفترون او اللي يوقفون باماكن هي اساسا غلط توقف فيها وتبيع. صح، اتفق وياكم، شغل ماكو والله يساعدكم، ومقدرين الخدمة اللي تقدموها لبعض العوائل والناس اللي ما تقدر تطلع تتسوق، بس بنفس الوقت الطريقة اللي تشتغلون بيها هي كلش غلط ومو حضارية وجدا مزعجة. يعني تخيلوا انتم 3 سيارات لو 4 بفرع واحد وبوقت واحد، وكل واحد موسيقى شكل. وشلون موسيقى؟ لو حزينة تبكي، لو حماسية تقول طالع حرب. لهو المودة الجديدة، البعض صار هو يلحن أغنية ويغنيها بصوته، وتخيل كمية الإزعاج. ترى أكو المريض وأكو اللي راجع من شغله تعبان. لهو المشكلة اللي يجوك من صباحيات الله وبأيام العطل. ليش في دول عينك؟ ترى هاي الأيام هي راحة للعامل والموظف. كلش تعال بوقت معقول، ومو أيام عطلة وبيها راحة الناس. واختار موسيقى هادئة شوية بيها استرخاء ونص الصوت شوية، ممكن الموضوع يمشي وياك. أما الباعة اللي يفترشون الأرصفة فشغلتين كلش مهمات. يا عزيزي، بيع على راحتك، بس اوقف في المكان الصح. لا، والأهم من هذا نظف المكان وياك. مو بسببك المكان ما ينطاق لا ريحة ولا منظر، بسبب المخلفات اللي تعوفها وراك. اللهم يرزق الجميع، بس خلي الناس تدعي لك بالرزق، مو تدعي عليكم بسبب أفعالكم. سلام.